وتيجي في الاخر يا عمنا تقارن لي اخوان بزيرة بزيزو. زيزو اللي داخل على 30 سنة، واخوان بزيرة اللي 22 سنة ولا 23 سنة. تمام، ومكسر الدنيا في الزمالك واخد دوري ولاعب وعامل اسيستات وظابط حاله يعني. فما تقارنيش ده بده يا معلم، قارنيش ده بده. ده صعبة صعبة المقارنة. تمام. لان انت جايب زيزو. زيزو عجز خلاص يا جدعان والله، ومش بالونة يعني، عشان هو عجز خلاص بقى تقيل على الكورة. حتى لو تلاحظ في المنتخب لا يذكر في المنتخب. تمام، في ماتش روسيا نزله وطلعه في اول 20 دقيقة، فلا يذكر. فما ينفعش اقارن زيزو. تمام، فهم كده كورة. ما ينفعش اقارن زيزو باخوان بزيرة، عشان انتوا كده بتعملوا معادلة صعبة انا مش فاهمها. تمام، لاعب اهو كل يوم بينزل لك صورة وهو بيتمرن. احنا عندنا هنا قاعدين في الساحل الشمالي وظابطين حالهم والدنيا حلوة. ده لاعب في اجازة الصيفية بتاعته بيتمرن كل يوم، عنده شغف وعنده طموح. واحد ده اللي احنا بنشوفوه يعني. الراجل ما بيأفورش في الملعب عشان خاطر يثبت لجمهور الزمالك اللي هو بيحبه. لا، الراجل عنده شغف اهو في اجازة وبيتمرن. امال في الملعب عايزه يعمل ايه؟ فلا بجد اخوان بزيرة ده مكسب للكرة المصرية.